شاب اسمه سليم، أبوه وأمه ماتوا وهو صغير، واضطر هو وأخته مروة إنهم يواجهوا الحياة من قتل لسرقة لجوع، وهم أصلا ما يعرفوش إيه اللي دخلهم في الحاجات دي. والمشكلة إنهم كل ما يطلعوا من مصيبة يلاقوا نفسهم في مشكلة أكبر، لدرجة إنهم بيحاولوا يطلعوا من المشكلة بصعوبة. إيه اللي حصل لهم وعملوا إيه ومين أصلا سليم ومروة؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، فيلا بينا نبدأ القصة. بيقول سليم إنه كان عايش مع أبوه حسين وأمه ريهام واخته مروه في بيت كبير. بيقول انه كان بيحب ابوه جدا، بالرغم من ان ابوه دايما بيتعامل معاه بجفاف شويه، وده لان حسين خايف عليه هو ومروه وامهم من بعده. بيقول سليم ان حتى امي كلمت ابويا كتير جدا وقالت له انه يتعامل معايا كويس لاني لسه صغير، انا كان وقتها عندي 7 سنين ومروه كان عندها 2 سنين، يعني فعلا كنا صغيرين. بس والدي كان شايف انه لازم يقسى عليا عشان هو خايف علينا من بعده. وفي يوم كنا رايحين نتفسح احنا الاربعه، بس للأسف عملنا حادثة صعبة جدا. العربية بتاعتنا دخلت في عربية نقل كانت محملة حجارة من الجبل، وطبعا العربية النقل اتقلبت على الطريق وفي حجر وقع على العربية بتاعتنا، وللأسف والدي ووالدتي ماتوا، وأنا رجلي اتكسرت وطقم اسناني معظمه اتكسر. ولكن أختي مروة واللي كانت حالتها صعبة جدا رجليها الاتنين اتكسروا وراسها اتفتحت. بيقول سليم إن دايما أمه كانت بتاخد مروة على رجليها قدام، والمرة دي اتحايل على أمه عشان تديها له ورا يلعب معاها، يعني بمعنى أصح لولا لطف ربنا كانت أخته هي كمان ماتت. طبعا أنا وأختي دخلنا المستشفى وعمي دفن أبويا وأمي، وبعد أسبوع كانت حالتي اتحسنت شوية، بس أختي لسه مش عارفة تتحرك. قلت أروح البيت آكل عشان جوعت جدا، وأول ما رحت البيت لقيت جدتي والدة أمي قاعدة في البيت وقالت لي إنها هتقعد معانا من هنا ورايح. بصراحة أنا فرحت، وخصوصا إني كنت حاسس نفسي وحيد، والحمد لله لقيت جدتي عاملة أكلت كتير جدا لأني كنت جعان. وبعد ما أكلت رحت نمت شوية، وبعدها رجعت المستشفى عشان أطمن على مروة، وفضلت لمدة أسبوع رايح جاي على المستشفى. والصراحة أنا كنت فرحان جدا إن جدتي معايا. ولما سألنا أنا وجدتي عن مصاريف المستشفى اكتشفنا إن عمي محسن دفع كل المصاريف. أنا عندي عم اسمه محسن وعمة اسمها أشجان، لكن أمي كانت وحيدة باباها ومامتها، وأبوها واللي هو جدي اتوفى بعد ما اتولدت أنا بشهرين، وفضلت جدتي عايشة بالمعاش بتاع جدي. عامة أنا فرحت لما عرفت إن عمي دفع مصاريف المستشفى. أي نعم هو وعمتي ما جوش يزورونا أنا وأختي ولا مرة من بعد اللي حصل، بس يعني فرحت وخلاص. المهم بعد الأسبوع ما خلص أخدت مروة ورجعتها البيت، بس للأسف بعد يوم واحد بس من خروج أختي لقيت عمي وعمتي جم وطردوني أنا وأختي وجدتي من البيت، وقالوا لي كفاية مصاريف المستشفى اللي دفعناها، ورمونا في الشارع بكل برود. وللأسف اضطريت أنا وجدتي ومروة إننا نسيب البيت ورحنا الشقة بتاعت جدتي، وفضلنا أنا ومروة عند جدتي. قعدنا عند جدتي 5 سنين، وكانت بتصرف علينا من دهب أمي. الصراحة جدتي كانت عوض ربنا لينا وخلتني أكمل تعليم، ومروة دخلت الحضانة وخفت الحمد لله. المهم بعد سنة جدتي ربنا افتكرها وماتت، ومن وقتها والدنيا عصرتني على الآخر. اضطريت إني أسيب المدرسة عشان أعرف أشتغل وأصرف على مروة. فضلت أشتغل شغلانات كتير، بس للأسف ما كنتش بكمل في أي شغلانة بسبب إني معرفش في الحاجات دي، وكل اللي عايز يشغل بيكون محتاج شخص عنده خبرة. فضلت على الموضوع ده لمدة 2 شهر لغاية ما صاحب الشقة طردني أنا وأختي، لأن الشقة بتاعت جدتي كانت إيجار، وده لأن جدتي باعت شقتها عشان تساعد أبويا وأمي عشان يشتروا البيت، وهي أجرت شقة وقعدت فيها. بس قبل ما نمشي من الشقة أخدت ورقة من غرفة جدتي. الورقة دي مهمة جدا، وحطيتها في شنطة مروة ومشينا. وفضلنا أنا ومروة ماشيين مدة لغاية ما تعبت هي، وقعدنا أنا وهي في الشارع لمدة ساعة كده. وبالصدفة لقيت واحدة في الشارع وكانت خايفة جدا، وأول ما شافتني جريت عليا وقالت لي إنها هربت من ناس كانوا خاطفينها وعايزين يسرقوا أعضائها. أخدتها وقعدتها جنب مروة وفضلت أهدي فيها، وبعد ما هديت قالت لي إن اسمها آسيا، عندها 12 سنة، وإنها كانت عايشة مع أبوها وأمها وأختها في الفيلا. بس وهي كانت مروحة من المدرسة السواق راح يعبي بنزين، وراح واحد ضربه على راسه وأخدني ومشي. سليم بيقول إنه خلاها معاه وحاول يلاقي مكان يقعدوا فيه، ولكن محدش رضي يسكنهم. لغاية ما رحت البيت كان طالب حد يشتغل في جنينة البيت واحد غني، وأول ما رحت لقيت البيت كبير وجميل، وحكيت لصاحب البيت عن مروة أختي وقلت له إن آسيا برضه تبقى أختي. والحمد لله صاحب البيت وافق إننا نسكن عنده وهخصمهم المرتب بتاعي. وفعلا بدأت شغل بالرغم من معاملة صاحب البيت ومراته وعياله الزبالة ليا، إلا إني كنت بستحمل عشان مروة وآسيا، وفضلت شغال هناك لمدة 2 شهر. بس في يوم
بنت صاحب البيت اتهمتني اني سرقت فلوس كبيرة من البيت، وبالرغم من اني ما بدخلش البيت عشان للأسف قاعدين انا ومروة وآسيا في غرفة البواب، الا ان صاحب البيت صدق بنته وطلب لي الشرطة. قلت له خلاص هلم حاجتي لغاية ما الشرطة توصل. بس الحمد لله قدرت انا ومروة وآسيا ننط من فوق السور وهربنا، وفضلنا نجري في الشارع ومش عارفين نروح فين. فضلنا في الشارع شهرين بناكل من الزبالة، شهرين بننام على الرصيف، شهرين بنمشي من مكان لمكان، وانا طبعا من قلة الاكل مش عارف اعمل ايه. عامة في يوم كنا بنتمشى كالعادة لغاية ما لقينا كوخ صغير. قالت لي آسيا اني اروح الكوخ واتحايل على اللي فيه اننا نقعد معاه يوم واحد بس. انا الصراحة رحت عشان اشوف اذا كان في حد ولا لا، لاني تعبت وخايف على مروة جدا. ولما دخلت الكوخ ما لقيتش حد، فرحت ندمت آسيا ومروة وقعدنا شوية. المشكلة اني ببص كده لقيت شوية لبس محطوطين بشكل غريب، فرفعتهم عشان اظبط شكلهم، وهنا كانت الصدمة. لقيت تحتهم جثة شخص غريب، ولسه بفكر اعمل ايه لقيت صوت عربيات الشرطة. رحت قلت لآسيا ومروة يجروا وما يبصوش وراهم، واخدت مروة بالحضن وانا زعلان اني هسيبها لوحدها. بس للأسف مفيش حل تاني، لازم حد يعيق حركة الشرطة عشان الباقي يعرف يهرب. وفعلا هربوا آسيا ومروة والشرطة قبضت عليا ودخلت الأحداث. بصراحة الأحداث كانت عذاب. أنا مش قادر أنسى إني أول ما دخلت كان في 3 حجمهم كبير فضلوا يضربوا فيا لغاية ما دخلت المستشفى عشان كسروا لي إيدي و4 ضلوع، وفضلت في المستشفى شهرين. بس لحظة، أنت عارف إيه اللي حصل لآسيا ومروة لما اتقبض عليا؟ بص يا سيدي، آسيا أخدت مروة وفضلوا يمشوا في الشوارع، ومرة واحدة آسيا وقفت في الشارع وافتكرت إن الشارع ده كان بتلعب فيه زمان، وفضلت قاعدة على جنب هي ومروة بتحاول تفتكر أي علامة للبيت بتاعها. مروة قالت لها طيب ما نرن الجرس بتاع كل بيت في الشارع ده، وأي حد عارفك أول ما يشوفك هيفتكرك على طول. وفعلا آسيا كانت ناوية تعمل كده، بس افتكرت إن قدام الفيلا بتاعتهم زمان كان في عمود نور كانت كاتبة عليه أسال. سألتها مروة ليه أسال ومعناها إيه أصلا؟ قالت لها آسيا إنها زمان كانت بتحب أمها جدا، وعشان كده كتبت أول حرفين من اسمها آسيا اللي هو الألف والسين، وآخر حرفين من اسم أمها منال اللي هو الألف واللام. عامة فضلت آسيا تبص على كل عمود لغاية ما لقيت واحدة قاعدة قدام عمود وعمالة تبكي. آسيا عرفت إن دي أمها منال، وجريت عليها وأخدتها بالحضن. منال فرحت جدا إنها شافت بنتها وأخدتها هي ومروة ودخلت الفيلا. طبعا مروة الغلبانة كانت مصدومة من شكل الفيلا الكبير والجميل جدا ده. المهم منال خلت آسيا ومروة يستحموا ويستريحوا شوية، وبعد ما استحموا ما استريحوش وطلعوا العيلة بره، واللي اتجمعوا لما عرفوا إن آسيا رجعت البيت. وبعد السلامات والأحضان قعدت آسيا مع أبوها مصطفى وفضلت تحكي معاه. قالت له عن الناس اللي خطفوها وسليم والشغل، وقالت له على موضوع جريمة القتل، وقالت له يحاول يتصرف في الموضوع ده. نسيت أقول لكم إن مصطفى والد آسيا بيشتغل دكتور جراح عيون. دكتور مصطفى أول ما عرف اللي حصل قرر إنه لازم يساعد سليم تعويضا على كل اللي عمله مع آسيا، وفعلا قوم محامي، والمحامي طلعه بسهولة. إزاي؟ سليم بيقول مبدئيا كده أنا جسمي ضعيف جدا بسبب قلة الأكل، والجثة شكلها حجمها كبير، وثانيا السكينة اللي مقتول بيها واللي لقيوها قريبة من مكان الحادث واللي عليها دم الجثة عليها بصمات غير بصماتي، فالحمد لله طلعت منها. والدكتور مصطفى خلاني أنا ومروة نعيش عنده، بس لأني ما كنتش عايز حد يجبي عليا أصريت إني أشتغل، ونزلت اشتغلت في مزرعة لشركة ألبان مشهورة، والدكتور مصطفى مشكور هو اللي جاب لي الشغل ده. فضلت عايش أنا ومروة مع الدكتور، ومروة دخلت المدرسة، هي متأخرة بس مش مهم. والله الدكتور مصطفى فضل واقف معايا وما سابنيش ولا لحظة لغاية ما تميت السن القانوني، وخليت الدكتور مصطفى يديني رقم المحامي بتاعه. وفعلا كلمت المحامي وخليته يرفع قضية على عمي محسن بالتزوير والنصب، لأن فاكرين الورقة اللي حطيتها في شنطة أختي واللي قلت إنها مهمة؟ الورقة دي كانت عقد بيع البيت بتاع والدي لجدتها الله يرحمها. بص أنا عارف إن الدنيا اتلخبطت معاك، بس أنا هحكي لكم الحكاية. زمان لما والدي اشترى البيت كانت فلوس البيت ناقصة، فجدتي باعت الشقة بتاعتها وادت الفلوس لأمي عشان يكملوا الفلوس، فأبويا عشان يرد جميل جدتي كتب لها البيت بيع وشراء. وبرضه أبويا عارف إن جدتي ملهاش حد غير أمي، لأن جدتي مقطوعة من شجرة، فحتى لو اتوفت فأنا ومروة الورثة الشرعيين ومفيش حد هيشارك في الورث. طيب أنا عارفك إنك هتقولي عرفت منين الحكاية دي؟ هقولك إن نص الحكاية جدتي هي اللي قالتهولي، اللي هو لغاية إن والدي حب يرد الجميل وكتب لها البيت بيع وشراء، ولكن الباقي ده
شوية من تخميني وشوية من كلام والدي معايا. وانا صغير كان يفضل يهزر معايا ويقول لي ايوه يا عم، جدتك ملهاش حد، يعني بعد عمر طويل انت اللي هتورثها يا ابن المحظوظة. فعشان كده المعلومات ربطت مع بعضها وعرفت القصة ماشية ازاي. المهم رفع المحامي القضية، وفعلا كسبت القضية. ولأن عمي باع البيت من زمان، فالمحكمة حكمت عليه بالسجن 5 سنين ودفع غرامة 1,200,000 جنيه. مليون تمن البيت و200,000 تعويضا على كل اللي حصل لي أنا وأختي. واتسجن عمي، بس عمتي قدرت إنها تاخد عقوبة مخففة بسبب إنها مريضة، واتسجنت 2 بس. بعد كل اللي حصل أخدت المليون وجبت بيت صغير على قدي أنا ومروة، و200,000 فتحت بيهم مزرعة، لأني حسيت إن المزرعة أنا فعلا ناجح فيها. وفي يوم لقيت آسيا جات لنا وقالت لنا إن الناس اللي كنا بنشتغل عندهم واللي اتهموني بالسرقة وهربت منهم اتقبض عليهم، لأنهم طلعوا بينصبوا على الناس. يعني بيجيبوا حد يشتغل عندهم وبعد شهرين يتهموا إنه سرق مبلغ كبير، ويا إما يدفعهم أو يبلغوا عنه أو يمضوه على وصولات أمانة وياخدوا منه كل شهر مبلغ. يعني من الآخر طلعوا نصابين. أنا الصراحة فرحت جدا لأني كنت حاسس بهم كبير. وبعد مدة كان المشروع بتاعي نجح، والحمد لله رحت اتقدمت لآسيا، والحمد لله أهلها وافقوا وفعلا اتجوزنا. ومروة خلصت كلية تربية رياضة وهي حاليا مخطوبة. وبس كده خلصت القصة. ولو عندك قصة مثيرة ابعتها لي على انستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس متنساش لايكك العسل، سبسكرايبك الجامد، ويلا سلام.